تحديث جديد من اليوتيوب في وجهة نظري هو افضل ميزة اتضافت لليوتيوب من 2020. التحديث ده واصل لمعظم القنوات تقريبا من ساعة. التحديث ده اسمه AB تيستينج، وده عبارة عن ان اليوتيوب بقى يديلك الحرية انك تضيف 3 عناوين و3 صور مصغرة، ويبدأ يجرب يدي دفعة للمشاهدين ويشوف ايه افضل عنوان مع افضل صورة مصغرة. عملية الاختبار دي بتبدأ من يومين لغاية 14 يوم، لغاية ما يقرر ايه احسن عنوان مع احسن صورة مصغرة علت الCTR او زودت نسبة النقر. التحديث ده اليوتيوب اتكلم عنه من اواخر 2023 لاوائل 2024، لكن فعليا كان منضاف في القنوات الكبيرة بس. لكن دلوقتي من ساعة تقريبا وصل لمعظم القنوات. تعالوا نشوف كده التحديث ده عبارة عن ايه. زي ما احنا شايفين هنا، اي فيديو انت رفعته على اليوتيوب لما تيجي تخش عليه هتلاقي عند العنوان كاتب لك AB تيستينج. لو ضغطت عليها هيديك 3 عناوين منفصلة، تقدر تكتب اكتر 3 عناوين انت حاسس ان هم هيجيبوا مشاهدات. ونفس الكلام على الصورة المصغرة، عندك 1 2 3 صور مصغرة. اليوتيوب هيبدأ كل يوم يعرض شوية الصورة الأولى، شوية الصورة التانية، شوية الصورة التانية مع العنوان التالت، شوية الصورة التالتة مع العنوان الأول، ويبدأ يجرب. وأول ما بتفعل الميزة دي وتيجي تنزل عند الصورة المصغرة، مثلا أنا عامل هنا صورتين، هتلاقي كاتب عليهم رانينج، أو ممكن تطلع بره هتلاقيه كاتب لك AB تيستينج ران. ده معناها ان اليوتيوب دلوقتي بقى يظهر الفيديو مرة بالصورة دي ومرة بالصورة التانية، وفي خلال ايام هيختار لك افضل حاجة. وانا من وجهة نظري دي تعتبر من اهم الميزات اللي اليوتيوب ضافها مؤخرا، لانها فعلا بتساعد صانع المحتوى. واليوتيوب عاوز يوصل لافضل نتيجة لصانع المحتوى، وبقى يديلك طريقة شرعية 100%، بدل ما انت كل شوية تفضل تغير الصورة المصغرة وتغير العنوان. وزي ما قلنا قبل كده ان التعديلات الكتير بتأثر على عدد مرات الظهور وممكن تضرك بدل ما تنفعك، لكن دلوقتي بقت بطريقة شرعية ورسمية من اليوتيوب. انت كمان قول لي، ظهرت لك الميزة دي في القناة بتاعتك ولا لسه؟